اخصائيين كتير بيسألوا عن فكرة كده او موضوع مهم جدا، اعتقد بيهم اي اخصائي. هل انت لما بتيجي تنزل تدريب، الاخصائي اللي انت بتتدرب معاه مطالب ان هو يديلك الموضوع بالمعلقة ويقول لك تعالى انا بعمل كذا في الجلسة، وانا بعمل كذا في الجلسة، وانا بعمل تفاصيل في تفصيلة كذا؟ اعتقد لو عمل كده الجلسة اللي شغال فيها هتبوظ. يبقى ما يجيش اخصائي يقول لي انا محتاج حد يشرح لي بالتفصيل. ده متاح لو انت هتدي مقابل الاخصائي، لانه هيشيل من وقته او من وقت الجلسه، وممكن الجلسه اللي هو هيديها والطفل معاه ممكن يعوضها للطفل في مره تانية. فبالتالي فكره ان الاخصائي يديك الحاجه بالمعلقه دي لا، يبقى الحل في حاجه تانية بقى. زي ما احنا اتعمل معانا واحنا عملنا لما كنا بننزل تدريب. كان اهم حاجه بالنسبه لك انك تبقى قاعد مركز في طريقه الاخصائي بيتعامل ازاي مع الطفل. انا بقى معايا نوتة او قلم وكراسة صغيرة او اي حاجة اقدر اخد فيها المعلومة اللي بتظهر قدامي وما تتوهش مني. او حتى لو في معلومة ظهرت في دماغي او كلمة او مصطلح ما ظهر قدامي بكتبه بسرعة، يا اما انا هسيرش عليه في مكتبة، يا اما هسيرش بيه عليه على جوجل او ابحث عليه على جوجل، او حتى هسأل الاخصائي. لو هو ما فادنيش هسأل غيره. يبقى انا الفائدة من التدريب هي فكرة الايه، ان انا بشوف قدامي ايه اللي بيحصل. المرحلة التانية من التدريب بعد الرؤية وبعد الملاحظة، ونسمي دي مرحلة الملاحظة والتسجيل. فكرة انك تلاحظ بعينيك كويس جدا وتبدأ تسجل ملاحظاتك او تسجل انت هتشتغل ازاي او التفاصيل اللي انت حابب تعملها بعد كده. بعد مرحلة الملاحظة والتسجيل بيجي بقى مرحلة الشغل بنفسك انت، لان انت بقى عندك الحد الادنى من الشغل النظري اللي انت خدته في كورسات او في دراسات عليا، وبقى كمان عندك كمان ملاحظة كويسة، وبقى عندك معرفة بطريقة التعامل مع الاطفال وطريقه اداره الجلسه. المرحله اللي بعد كده هي مرحله انك تبدا تشتغل بايدك. عمر ما الاخصائي هيثق فيك ويدي لك فكره انك تدير جلسه او تشتغل مع طفل لوحدك الا اذا انت كان عندك معرفه باللي هو عمله قبل كده. فساعه ما تتحط في حته ان انت تقدر تدير جلسه، ساعتها هتكون قدها، مش هتقعد تسال بقى اعمل ايه، طب ما اعملش ايه. ده ما يحصلش. بس